السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع والخلعات القيمة. أنا اللي بغيت نعرف واللي ديما كنقول لكم يا مساخط الوالدين، راه هادشي اللي كديرو راه سميتو قلة الحياة وقلة الأدب. حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، هادي من حقهم يدافعوا على بلادهم. دفعوا بالحركات الأولى، الهجمات الأولى. وكيفاش دابا اليوم تقيدون حركة البوليزاريو وتمنعون عليهم الحدود مع المغرب وموريتانيا؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ دابا ولات عندكم السيادة على الحدود، وهذاك الاتفاق اللي دايرين مع البوليزاريو تلغى. تقارير كثيرة وردت في هذه الأثناء تؤكد أن النظام العسكري الجزائري أعطى تعليماته للجيش الجزائري للانتشار على الحدود ومنع البوليزاريو من التحرك. فهنا اوتوماتيكمون غنتكلموا على الزيارة ديال صبري بوقدوم، ولا استدعاء صبري بوقدوم يوم أمس من طرف مسعد بولس والمقيم العام الأمريكي في الجزائر. هاد الحويجات هادو جابوا هاد النتائج، وجابوا نتائج سريعة وسريعة جدا. في هاد الحالة، وكيف ما قال السي احمد الزهراوي البارح في المداخلة ديالو عندي في التيك توك، شنو قال؟ قال على أن صبري بوقدوم هو الحاكم الفعلي للجزائر برعاية أمريكية، ولد الأمريكان، وهذا لا نختلف عليه. ولكن بغيت نقول لك اودي السي احمد الزهراوي، بوركت القراءة، بوركت القراءة. وفعلا أنه جزمنا البارح أن الاتصال كان بخصوص هجمات السمارة، وأنه ترويج وإشارات سياسية على أن صبري بوقدوم هو اللي خدا لا ديسيزيون، وهو اللي تحرك بهاد الأمور هذه، وحرك الجناح العسكري ديالو ولا النفوذ الأمريكي داخل الجيش الجزائري من أجل هذه النقطة هذه. فإذا هنا نطرح دائما أسئلة وتساؤلات باش نغنيو التحليل والنقاش. كيفاش غادي تكون رد الفعل ديال البوليزاريو؟ 50 سنة هما مطلوقين على 4 في الحدود مع المغرب وموريتانيا. هل سيتقبل البوليزاريو أو ميليشيا البوليزاريو هذا التقييد؟ الجواب من وجهة نظري لا. هل الجيش الجزائري سيستعمل الرصاص إذ رفضت البوليزاريو التقييد؟ سؤال ما نقدروش نجاوبوا عليه، ولكن اللي نقدر نجاوبك بين الأسئلتين أو بين السؤالين هو على أنه كما تنبأنا سابقا ممكن تكون هذه أو هذا القرار أو هذا الإجراء هو التحرك الرسمي من أجل بداية الحرب بين البوليزاريو وبين الجزائر. أنا أكيد سأفصل في هذا تفصيلا في المساء إن شاء الله، لأن باش البارح شنقريحة يستقبل الوفد ديال البوليزاريو ديال فرنسا اللي قتل ودار مجازر في ذكرى المجازر، واليوم تعطى هذه التعليمات، فوزيرة الجيوش الفرنسية وصبري بوقدوم مسعد بولس أكدوا لنا القراءة ديال البث ديال البارح اللي كنصحك إلا ما شتيش ارجع شوفو، ودرت فيه هذا الربط وما تكلمناش على منع المنطقة العازلة. فإذا هنا المنطقة العازلة بهذا القرار المغرب وبعثة المينورس والأمم المتحدة أصبحت عندهم مساحة. وهنا ممكن نقولوا أنه في إطار آليات تنزيل الحكم الذاتي ممكن أننا نقل المغاربة الموجودين داخل المخيمات إلى المنطقة العازلة تمهيدا لعودتهم لبلدهم ولوطنهم. هنا في هذا الاستنتاج غادي نستنتجوا أن البوليزاريو أصبحت خارج اللعبة، وأن النظام الجزائري طأطأ الرأس لأمريكا والمغرب وفرنسا، وأن المغرب
يفرض شروطه، ماشي في حل قضية الصحراء لوحدها، بقدر ما أن المغرب فرض حتى شروط ركوع النظام الجزائري بين يدي المغرب في هذه الأمور. هذه كلها تداعيات وكلها أمور كتجي. حتى الإعلان اليوم ديال وزير الطاقة ولا وزارة الطاقة النيجيرية على أن مرحلة الأنبوب الأطلنطي نيجيريا المغرب دخل مرحلته الأخيرة، يعني ممكن 2027 ندخلوا للخدمة. يعني هنا كنستنتجو كاين تسريع الوتيرة، كنستنتجو أن البروسيدور ديال الأمن هي اللي كانت عائق أصبحت جاهزة. بين باماكو وتندوف خلايا إرهابية نائمة قد تنام إلى الأبد من أجل استقرار الأمن في المنطقة. ودابا نجي لك نتايا أولد أم حسن ونسولك بعض الأسئلة. ولا خوتك الصحراويين والمغرب محتل والمخزن ديكتاتوري والكثير من الأشياء، شنو يمكن لك تقول على النظام ديالك اللي سد عليهم رحمة الله اليوم وسد عليهم الطريق وجعلهم معتقلون في المخيمات ديال الحمادة؟ تقدر توقف ضد النظام ديالك؟ ها علاش قلت لك راه النظام ديالكم وقع ليه بحال ديك الدجاجه اللي قرقات على بيض الحناش، كتسناهم يخرجوا فلالس خرجوا الفاع ومجبره باش تدخل في المواجهه. ودابا بغيت نسولك واحد السؤال اخر المبردع، والسؤال هو كالتالي: الى النظام ديالك دخل في حرب مع البوليزاريو، واش غيبقى الشعب الصحراوي ولا غيوليو في نظرك ارهابيين ومجرمين وتولي الصحراء مغربيه في نظرك؟ انا غير كنسولك لانني ما كندير لك رقيه ما والو. الرقيه والموضوع بالتفصيل وبالربط ديال الاحداث غيكون الساعه 10 ليلا ان شاء الله، من بعد الكلاسيكو ديال ريال مدريد وبرشلونه. غادي نقول لكم الاخوان ديروا لايك، ديروا جيم. شنو سؤالي او سؤال الحلقه هو ما وجهة نظركم في هذا الموقف الجزائري ياك؟ ثالث حاجه دير ديك لايك وبارطاجي هذا الفيديو، ولاول مره كتشوفنا دير ابوني وفعل داك الجرس باش يوصلك كل جديد ديال القناه. موعدنا الساعه 10 في بث شامل لهذه الأمور هذه وبعض الحيثيات الأخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.